أولى مباريات نادي الزمالك الأفريقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي الكتيبة، بداية جديدة وحلقة جديدة وجايين نتكلم فيها في أخبار النهارده. أول خبر معايا رسميا نادي الزمالك هيفتتح مشواره في الكونفدرالية بملاقاة نادي بلاك بولز الموزمبيق. بص يا سيدي، الزمالك هيلعب يوم الأربعاء الجاي الساعة 9 مساء على استاد القاهرة، تمام؟ القنوات الناقلة الماتش عشان أنت عارف أنت بتدور على الماتش، فأنا أقول لك البداية على طول. الزمالك هيلعب يوم الأربعاء الساعة 9 مساء على استاد القاهرة. القنوات الناقله للمباراه، بص يا سيدي، البين سبورت 2 هتذيع الماتش. طب في قنوات ثانيه، في اون تايم سبورت الارضيه ناقله للمباراه. من الاخر ماتشك على القهوه يابا، وابدا امسك كوبايه شاي كده واتفرج على مدرسه الفن والهندسه. ده كان اول خبر معايا. ثاني خبر معايا يا سيدي، غيابات نادي الزمالك المهمه قدام نادي بلاك بولز الموزمبيق. بص يا سيدي، الزمالك عنده 3 غيابات: شيكابالا، ناصر ماهر، ومحمد السيد، اللاعب الممتع بالنسبه لي، وان شاء الله الراجل ده يعوض رحيل امام عاشور عن نادي الزمالك. تمام؟ ده تمام. بص يا سيدي، لعيبه مؤثره. ناصر ماهر بصراحه هو اللي مؤثر مع نادي الزمالك عشان محمد السيد ما بيلعبش، وشيكابالا الفتره الاخيره مش مؤثر مع نادي الزمالك. لكن النهارده انت عندك مشاكل هتقابلك. ليه؟ لان انت داخل مباراه لازم تكسب فيه، اللي هيخليك مطمن شويه الماتش على ارضك وعلى جماهير. فرقه تعرفها؟ لا ما تعرفهاش. مجموعه الزمالك عشان نفكرها كده ونفتكرها كلنا، الزمالك في مجموعته عنده المصري اللي لسه مهزوم منه، وعنده انيمبا، وعنده بلاك بولز، وادي الزمالك. الاربعه في لازم يتقال منهم 2 للدور القادم، فالزمالك ان شاء الله يكون اول متاهلين للدور القادم. تاني خبر معايا برضو لاخواتي الاهلاويه، الاهلي هيلعب يوم الثلاث الجاي الساعه 5 مساء على البين سبورت 2 برضه، والقنوات الناقله للبين سبورت 2 واون تايم سبورت الارضيه. فانت يا غالي كوبايه القهوه كده ونسكافيه على القهوه وابدا اتفرج على الماتش. تمام؟ الاهلي مجموعته مكونه من اورلاندو بايرتس، انيمبا، استاد ابيجان، والاهلي. واستاد ابيجان هي المباراه اللي هيلعبها الاهلي القادمه في افتتاح دوري ابطال افريقيا. دي كان اول خبرين معايا عايز نتكلم فيهم. كنت عايز اقولهم في الاول عشان خاطر نتكلم في الاخبار اللي جايبها لك. كمل معايا الفيديو عشان تعرف ايه اللي انا عايز اقوله. تاني خبر معايا يا سيدي، ازمه داخل النادي الاهلي، ومش عشان انا زملكاوي، انا جاي اقول لك الحقيقه، ولو عاندت معايا هجيب لك المصادر بتاعتي. اول خبر معايا ازمه ما بين النادي الاهلي ومنتخب فلسطين. ليه؟ اصابه وسام ابو علي. بص يا سيدي، اصابه وسام علي كان مع المنتخب الفلسطيني في لقاء منتخب عمان. تمام؟ حصلت اصابه للاعب، محدش عارف، وفي كلام كتير بتنطور يمين وشمال وفوق وتحت ان في ازمه، محدش عارف اللاعب هيرجع امتى. بص يا سيدي، الاصابه عباره عن شرخ في قدم اللاعب. تمام؟ شرخ في اصابع قدم اللاعب. طب الاصابه ديت هتطول، هتعمل، محدش عارف لحد دلوقتي ايه الاصابه فيها ايه. كان المفروض اللاعب يركب كبير، ما يركبش كبير، وبيعمل برنامج علاجي عشان خاطر يعني يبقى في سرعه في الشفاء باذن الله. تمام؟ طب اللاعب هيرجع امتى؟ الكابتن احمد شوبير حارس النادي الاهلي، واللي ما بيبطلش كلام عن نادي الزمالك، وكل شويه 90% من كلامه على الزمالك، وهو مذيع في قناه الاهلي. تخيل، ما تفهمش ليه. تعال نكمل بس القصه. فوسام ابو علي عنده مشكله دلوقتي في موعد رجوعه. تمام؟ واتمنى الشفاء العاجل لوسام ابو علي. بص يا سيدي، الكلام اللي بيقوله كابتن احمد شوبير ان اللاعب مش هيلحق الماتش الجاي، مش سيبك من افريقيا، ماتش الدوري كمان. انا بقول لك ان اللاعب احتمال بنسبه 90% هيلحق ماتش نصف نهائي الكاس الانتركونتيننتال اللي الاهلي هيقابلها الماتش الجاي، او البطوله الجايه، مش بطوله دوري ابطال افريقيا. فهتعدي بطوله دوري ابطال افريقيا قدام استاد ابيجان، وتعدي ماتش الدوري، وان شاء الله وسام علي يبقى في نص نهائي كاس الانتركونتيننتال. ثالث خبر معايا من داخل جدران نادي الزمالك، جوزيه جوميز اللي كل يوم يصحى ينام، جاريه فين، جاريه راح، جاريه جه، عملتوا ايه، مضيتوه، عملتوا ايه، فكيتوا الكده، مش عارف فهمش ليه، تحس انه ابن اخته. اللاعب النهارده جوميز كل يوم يصحى من النوم يكلم ايه، جاريه جاهز، هيجي امتى، مضوا له عقود، مش عارف ليه. ما تفهمش ان اللاعب بقاله سنتين ما حدش قال له السلام عليكم عامل ايه، الراجل بقاله سنتين قاعد، مش عارف ليه الاصرار الغريب من جوزيه جوميز على التعاقد مع لاعب بقاله سنتين ما بيلعبش. الراجل كان مقتنع بيه، مهما تكون اقتناع، انت عندك البدني بتاع اللاعب بايظ جدا، اللاعب بقاله سنتين 2 ما بيتمرنش، فانت النهارده جيت جربت كنت مقتنع بيه. مش عارف والله، الناس اللي حضرت الماتش اللي لعب فيه جاري هم اللي يحكموا. لكن احنا هنشوف الراجل مستميت جدا على جاري، واحنا هنشوف الفتره الجايه، لان الزمالك الفتره الجايه داخل في مشكله كبيره بسبب اللعيبه الاجانب. لان النهارده انت عندك مشكله بسبب كونراد ميشيلاك، اللي النهارده كابتن ابراهيم فايق، اللي انا مش عارف هو فايق ولا مش فايق، كل شويه يحصل غلطه الاهلي يجيب حاجه يحوط عليها عشان ما يطلعش الاهلي غلطان. هتقول لي ازاي؟ بص يا سيدي، ابراهيم فايق كان بالنسبه لي اعلامي محترم وبحبه جدا، لحد اللحظه دي بحبه، لكن في بعض علامات
علامات استفهام الكبيره على محتواه اللي بيقدمه الفتره اللي فاتت. ليه؟ لما الاهلي حاسب عليه ماتش ضربه جزاء قدام الاتحاد السكندري طلع جاب حكم اجنبي، وده حقه وده شغله، واثبت ان ضربه الجزاء مش ضربه جزاء، مع ان حكام الدوري المصري اللي هو بيشيد بيهم وانا ما بثقش في كلامه بيقولوا انها مش ضربه جزاء. معاك و100 100 والدنيا زي الفل، مش هتناقش معاك في الحته دي، لكن الحكم الاجنبي عنده حق، عنده حق تمام. لكن اللي انا مش فاهمه ان كل شويه طالع يتكلم وايه، وجايب رئيس نادي احد يتكلم ويقول لك ان مش لاعب كويس، وعمال بيشكر في اللعيب بتاعه. طب يا باشا بعته ليه؟ لما هو لعيب سوبر ستار بعته ليه؟ او انت وديته عرض مش محتاجه؟ ما هو في لعيب مش انت ما انتش يعني عايزه في فناديك ليه؟ ما دي حاجه تحسب لك انت، طالع تعرفنا مميزاته. طب يا كابتن ابراهيم ما اتكلمتش ليه عن اشرف داري المدافع المغربي اللي جه الاهلي وما بيلعبش، وفي كلام طالع ان عنده اصابه مزمنه؟ ليه انت بتكلمي بالكلام؟ طب مش طالع تنتقد الناس ديك بالطريقه حلوه؟ يعني انت جايب رئيس النادي وكده يتكلم عن انجازات اللاعب والزمالك حطه مركز 3 في الباك الشمال واللاعب بينزل في الوقت الاخير، وعمال يقول لك ان الزمالك ظالم اللاعب 100 طب اشرف داري انظر، ما جبتش رئيس النادي الفرنسي ليه يتكلم ان اشرف داري لبسوا الاهلي او راجل عنده مش اصابه مزمنه او ليه بتعمل كده؟ وكل شويه جايب كابتن عادل القيا وكابتن مش عارف مين وكابتن هلال، مش عارف ايه اللي بيحصل وليه الغرض دماغه من ساعه ما انتقل لقناه MBC مصر. لكن هنعدي الموضوع ده ونتكلم في موضوع مهم اللي كولر النهارده بيتكلم وبيحذر كهرباء، يا اما الانتظام البدني او ان انت تتدرب بدني كويس، يا اما مخاطره للنادي، لان انا وانت عارفين ان في لعيبه بتعمل على اللقطه، وساك من موضوع اللقطه لان كهرباء النهارده ما بيضيفش جديد لخط هجوم النادي الاهلي. ولو انت عايز تنتقد انا بقول لك الحقيقه، انت لما كهرباء نزل كمهاجم النادي الاهلي يعوض غيابه وسام ابو علي، هل ده لاعب قدر يعوض غيابه وسام ابو علي؟ ما قدرش يقضي، خلاص وسام ابو علي في حته ثانيه بصراحه، عن مهاجمين الدوري المصري بحال عشان تكونوا صراحه، ونجم زي ما بقول لك الحقيقه. لكن النهارده كولر قال لكهرباء يا اما البدني بتاعك يبقى 100 يا اما مع السلامه مش محتاجك في قائمه الفريق بتاعك. خلي بالك كمان بقى بالنسبه للناس زيك، وانا قلت لك من شويه ولو انت سمعتني كويس هقول لك ان في مشاكل هتقابل الناس زيك بالنسبه للصفقات، لان النادي الزمالك داخل بقوه ثانيه للتعاقد مع المهاجم المغربي او الجناح المغربي اشرف بن شرقي. كلام كتير هتسمعه الفتره الجايه وفي صفقات عندي عارفها، بس مش هقول لك غير في ميعادها او لما تخلص اسمي، لان انا قلت لك قبل كده ان اشرف بن شرقي بنسبه 100% نادي الزمالك، لكن بكلام وشيف بن شرقي نفسه ان مسؤولي نادي الزمالك هم اللي يرجعوا في كلامه. فدلوقتي احنا في حيره بالنسبه لمجلس الاداره، والمفروض لو الكلام ده بتاعي يوصل لمجلس الاداره، جماهير نادي الزمالك زعلانه جدا وعندها غضب كبير وهتهيج على مجلس الاداره زي ناصر ماهر وناصر منسي مهاج على الاهلي في ماتش السوبر الافريقي، وربنا ما هنحل حد، لان انت دلوقتي في تخبط اداري جامد زي ما قلت لك في الحلقه اللي فاتت، ان انت دفعت $800,000 لكونراد ميشيلاك، كنت تزود عليهم وادي اشرف بن شرقي ورجعه لنادي الزمالك تاني. في عندك صفقات تقدر تجيبها في التناول زي طارق حامد، لو انت تقدر تجيبه وتقيمه وتشوف بدني كويس وراجل مش هيقول لك لا، فالمفروض ان انت تجيب لعيبه دون حتى رجوع للمدير الفني، لان انت باين عليك ان انت اصلا ما بتسمعش كلامه، فما تسمعش كلامه واستنضف لعيبه كويسه رجعها لناديك، او هات لعيبه كويسه تقدر تضيف جديد لنادي الزمالك، لان احنا قلنا في الحلقه اللي فاتت عندك اكتر من لعيب ما بيضيفوش حاجه لنادي الزمالك. فان شاء الله تكون دي رساله لمجلس الاداره. هنا انا وصلت ملخص اخبار حلقتنا. لو عجبتك الحلقه واول مره تشوفني ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الفتره الجايه في حلقات كتير وفي صفقات هتسمع عنها الفتره الجايه، فاول مره تشوف زي ما قلت لك ما تنساش تتابعنا وتعمل لايك واشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.